انت عايز تتحرك، ولكن في حاجات كتير جواك وبراك بتحدك من ان انت تتحرك. ولكن انت منها السرديات الذهنية، القصص الذهنية. اوكي. منها القصة اللي بتدور جوانا، احنا ما بنسمعهاش بوضوح. انا سألتكم من شوية بقول لكم اخباركم ايه، احنا زي الفل، احنا تمام. حتى لما بتقعدوا لوحديكم، لما بتقعد لوحدك في اوضتك او مكتبك، لما بتقعدي لوحدك في كافيه أو في اوضتك او في اي حاجة، مش شرط ان القصة اللي بتدور في ذهنك على مستوى وعيك او وعيك هو ان انا فاشل، او ان انا لا استحق، او ان انا لا املك المقومات الكافية. لا، هي قصة للظروف ضدي، انا لازم احاول اكتر. ما حصل يعني، ما ظبطتش المرة دي، هتظبط المرة الجاية. هي هتظبط امتى؟ انا المشاعر دي مضايقاني. انا هقعد اسكرول على السوشيال ميديا، هتفرج على فيلم، هروح الجيم، هشوف صحابي، هاكل، هنخرط في علاقة، هجرب حاجة جديدة. كل المشتتات والملهيات اللي بتمنعنا من ان احنا نحس المشاعر السلبية اللي ناتجة عن cognitive scripts، قصص ذهنية جوانا نابعة من أفكار ومعتقدات بعضها يقبع في مكان جواك وجواكي، مصمم على إن أنت ما تعرفيش عنه حاجة، على إن أنت ما تدريش عنه حاجة. الكلام اللي أنا بقوله ده مسمع مع أي حد من الناس الحلوين دول اللي حاضرين ولا إيه؟